راودة حبيبتي، حذري فزري، جايبالك ايه؟ جايبالي ايه؟ جايبالك حاجه انتي بتحبيها. هي بتحط ايه للبت في الاكل؟ استر يا رب، هي عايزه تخلص منها. جبتلك النوتيلا اللي انتي بتحبيها يا راودة. الله، ده انا بحبها، ده انا بحبها قوي. انا عشان كده جبتها لك، بس بشرط تاكلي طبق المكرونه دي كله. انا بحبك قوي زي ماما. حبيبه قلبي، وانا بموت فيكي والله وبحتبرك زي بنتي. يلا يا حبيبتي كلي المكرونه كلها. بس ما تاكليش يا رب، يلا عشان تروحي الدرس. ليه ما تاكلش؟ ليه؟ استنى. معلش عشان الدرس بتاعها. درس ايه دلوقتي؟ ما عندهاش درس. لا، واصل المستر اتصل وقال لي احنا غيرت المواعيد. يعني هو ده وقته؟ كان لازم تاكل، ده جعانه ما كلتش من الصبح. يوه، طلع منين الزفت المدرس اللي غير المواعيد فجأة ده؟ كان زمانها كلت وخلصت منها. بس ان شاء الله هعوضها برضو المرة الجاية، مش هتفوت من ايدي برضو. يا ستو، يعني احنا قعدنا بره كتير وما رحتش الدرس. يا حبيبتي معلش، انا اصلا كنت عايزه اتمشى انا وانتي، بس لما ندخلوا جوه تقولي لمرات ابوكي ايه؟ ان احنا كنا في الدرس، ولما ابوكي يجي يتصرف معاه انا مش هقدر عليه. ماشي. الو، ايه يا سمية؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجة يا اختي. قال فجأة طلعت لي ستها الاستاذ غير المواعيد بتاع الدرس. شفت الحظ في دقيقتها وخدتها ومشت. بس هتروح مني فين؟ مش هرتاح برضه لما تخلص منها. ومفكرة ان هي تخلص، مش هتلحق حتى تخلص تالتة ابتدائي. او ربنا، انا هي كلها ساعة وهيجوا برضه، ما تقلقيش. يلا تبقى على اتصال. سلام. جماعة، ايه يا روضة، خدت الدرس؟ ايوه. وفعلا الاستاذ غير المواعيد فجأة كده؟ يا سبحان الله. ماشي يا حبيبتي، اقعدي بقى لما اجيب لك تاكلي، انت الاكل ميته من الجوع. اكل يا بنتي، لما ابوها يجي ويبقى ناكل كلنا سوا، هي مش جعانه. لا احنا نستحمل، احنا كبار نستنى عماد، لكن هي ما تستحملش، ده عيال. لما ابوها يجي بقى تاكل معانا يا ستي، عشان ما ينفعش يا حبيبتي، عشان تقدر تذاكر كده وتبقى شديده، صح يا مش روضة؟ بعيد عليها. ماشي، اصبري بس لما اجيب لك الاكل كده تاكلي اي حاجه يا روضة. وبعدين ده مصممه برضو تجيب لي البت الاكل، ولو اتكلمت مع البت دي البت ما تفهمش حاجه، ممكن تبهدلني انا والبت. يلا عشان اخلص منها مره واحده، زود لها الجرعه. يلا يا روضة، سخنتها لك وظبطها لك 100. يلا عايزاكي تاكلي الطبق كله. لا ثانيه يا روضه، ما تاكليش حاجتي دلوقتي. لا اللي ما تاكلش دلوقتي، ما سيب البنت تاكل. بقول لك ايه، خليها لما بابا يجي. ايوه، انا هاكل مع بابا. ماشي يا اسا، ماشي يا حبيبتي، هي تاكل هناكل مع بابا. طب كلي دلوقتي برضه يا روضة، تبقى كلي مع بابا. انا هاكل مع بابا يا حبيبه قلبي، بابا هيعوق، بس كلي بس، ده تقولها كده، ادوقيها بس يا روضة. ما انا عايزه اكل مع بابا يا بابا. ما انت برضه هتاكلي مع بابا يا حبيبه قلبي، عشان خاطري بس ازقيها. لا هي مش هتاكل بقى، هي مش هاكل الا مع بابا. حرام عليكم، انت مش عايزه توكليها معلش ولا اما ايه؟ بابا يجي، ما هي برضه عايزه بابا ياكل معاها. معلش، هو الاكل بالعافيه؟ اوعي، هتاكل مع بابا. وبعدين بقى في الوليه اللي قاعده لي دي، مش عارفه اعمل ايه، بس الايام جايه كتير برضه. مسيري انا ما هيقاش، مسيري برضه يا روضة هتخلص منك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله ازيك يا ست الحبيبه، عامله ايه؟ انت اللي عامل ايه؟ ازيك يا روضة؟ ما في مراتي في المطبخ بتعمل لنا اكل. ماشي. انا عايزه اقول لك على حاجه يا ابني. خير يا كل شويه كل اي اكل اشوفها مراتك بتحط حاجات كده للبنت بالزيت على الطبق. يا انا مش عارفه هي بتعمل كده ليه. بقول لك يا اما ده ممكن يكون بيتهيأ لك، ممكن يكون بتحط لها حاجه يعني تزوق الاكل وكده يعني. يا ابني ده بصمم ان البنت تاكل. بقول لك يا اما بالله عليك، انا ما صدقت اتجوزت وعشان حد يربي البت دي. مش بالله عليك، مش عايزك تعملي لي مشاكل، بالله عليك. والله يا ابني اللي انت شايفه. انا كنت الا بالله. انت جيت يا ابو روضة؟ ايوه جيت، تعالى. طب جيت في وقتك، انا لسه مسخنه المكرونه. ماشي، يلا بسم الله يا عم. يلا طبعا دي يا روضة. ماشي يا حبيبتي، يلا ماشي، ده انا هموت منكم. اديها بس اجيب الشوك. ماشي. يلا الشوك. على فكره يا ابو روضة، انا عملت المكرونه دي عشان عارفه ان روضة بتحبها. تسلم ايدك. خدي يا ماما، اتفضلي. استني يا رضا، ما تاكليش. ليه يا تيتا؟ ما تاكليش المكرونه دي. ليه يا امي بس؟ في ايه؟ مش عايزاها تاكل ليه؟ انت من بدري مش عايزاها تاكل. ياما فيها ايه طيب؟ في ست ما بتحبش بنت ابنها. بس انت اسكتي.
بقول لك يا اما، انا بقول لك يا اما مش عايز مشاكل، مش عايز مشاكل، بقول لك يا اما هاتي الطبق بتاعك اهو. تعالي قومي معايا، قومي كلي لوحدك. مش عارفه من ساعه ما اتجوزت وهي مش طايقاني ليه يا عماد، انا عملت لها ايه؟ ده انا بعتبرها زي امي. مش عارف امي هتعمل لها مشاكل ليه. هاتي المكرونه. كده يا بابا مش ست وهي كان عندها حق. عندها حق في ايه يا بنتي بس؟ مش عارف ايه. كلي يا روضه، كلي ما تشغليش بالك. بقول لك ايه، شوط ميه بالله عليك. معلش نسيت اجيب كوبايه الميه. حلو يا روضه المكرونه؟ ايوه. اتفضل يا روضه ماشي الميه. كلي، لا كلي. ده مكرونه جميله. كلي. ماشي، ما انا جايه كل اهم حاجه روضه تاكل وتتغذى، انا ما كلتش من الصبح. يلا كلي يا روضه، كلي بسرعه كده. كلي يا عماد. انا باكل اهو. هي حراقه ولا ايه؟ مالك في حاجه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ يا بطني، يا بطني. مالك؟ مش عارفه مالي، حني يا عماد بسرعه. انا هقول لك بقى، انا هقول لك ايه، انت كلت المكرونه اللي كنت حاطاها للبنت عشان تخلص منها. انت عملت ايه يا عماد؟ صح؟ تعالي يا بنتي. يا بابا معلش وديها للدكتور، معلش. يا حبيبتي دي عايزه تخلص منك. معلش يا بابا انا فهميني بقى، قولي لي بقى انت كنت عايزه تخلصي منها ليه؟ عشان هي مش بنتي وانا ما بخلفش. طب دوقي عايزه بقى، يا ربي واحده مش بنتي. دوقي بقى، دوقي العذاب اللي كنت هتدوقه لبنتي. سامحني يا رضا، سامحني يا عماد، بس اهم حاجه الحقني يا عماد، مش قادره حرام عليك. انا مش هلحقك ولا اتصل باسعاف ولا اي حاجه. بابا معلش يا بابا وديها، انا مسامحاها. سامحني يا رضا، خليه يتصل. طب بصي يا حبيبتي، انا هتصل بالاسعاف عشان والحقها عشانك انت، لكن بعد كده مش هتقعد معايا هنا في البيت.